عجينة الساور دو بتلزق في ايدك ومش عارفة تشكليها؟ ما تزوديش دقيق على طول. أول حاجة لازم تعرفيها إن العجينة اللازقة مش معناها بالضرورة إنها محتاجة دقيق. في 3 أسباب تانيين ممكن نفهمهم ونتعلمهم عشان نعرف نحل المشكلة إزاي. أولا، نسبة المية عالية بالنسبة لنوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه. ثانيا، الجلوتين لسه ما اتطورش كفاية، وهنا بنحتاج ان احنا نزود stretch and fold مرة كمان عشان بيساعد العجينة انها تمسك نفسها. ثالثا، ودي مهمة جدا، ممكن تكوني عديتي البالك فيرمنتيشن وساعتها العجينة بتبقى ضعيفة ولزجة ومش بتحتفظ بشكلها نهائي. والحل في الخطوة دي هكتبهولك تحت في الكابشن. فبدل ما تزودي دقيق كل مرة، حاولي تفهمي الأول المشكلة في إيه. المشكلة في الجلوتين ولا في الهايدريشن ولا في الفيرمنتيشن؟ عشان تتعلمي تعملي ساور دو صح، لازم تفهمي أهم أسرار الساور دو، وإنك تتعلمي تقري العجينة مش بس تمشي مع الوقت. Save this Tuesday tip عشان ترجعي لها المرة الجاية لما العجينة تلزق معاكي.